بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهارده هنتكلم عن الجولة ال 34 في الدوري الإنجليزي. طبعا اول ماتش بالنسبه لنا هو برينتفورد وليتون تاون، واول ماتش دوت خلص 5-1، نتيجه تقيله جدا جدا على ليتون تاون. بس انت بتلاقي ان برينتفورد في المنطقه الدافئه دلوقتي ال 15 في الدوري و34 نقطه، فهي دلوقتي في المنطقه الدافئه. طبعا يعتبر يعني ايه في الثلث الاخير من الدوري، بس هي ايه يعني منطقه كويسه بالنسبه لبرينتفورد، هتكمل في الدوري الانجليزي ان شاء الله في الموسم اللي جاي. طبعا نيجي للماتش الثاني اللي هو صراع على الهبوط، اللي هو ما بين بيرنلي وشيفيلد. طبعا خلص 4-1 لبيرنلي. طبعا ده صراع على الهبوط فشخ، ده المركز ال 19 بيضرب المركز ال 20 عادي جدا ولا كأن حصل اي حاجه. طبعا على طول من الصراع على الهبوط لصداره الدوري من ارسنال 2-0 على وولفز بختم رائع من المايسترو اوديجارد، والجون الثاني من البطاقه الذهبيه تروسرد اللي بيجي في الاوقات الحاسمه وبتلاقيه موجود على طول بقوه. ونيجي بقى طبعا عند الليفر اللي هو نفسه يوصل لصداره الدوري الانجليزي، طبعا بينتصر على فولهام ب 3-1. طبعا كل دوت على امل التقدم في الدوري والحصول على اللقب. طبعا مره واحده بتلاقي الدنيا سقعت منهم في الدبل جيم ويك، وبتلاقي الدنيا نزلت خالص بالخساره 2-0 قدام ايفرتون اللي هو بيحافظ على نفسه من الهبوط. يا جماعه فرقه ضايعه جدا، اصلا تشيلسي اديتها 5، بلاش نفتكر الخمسات بقى عشان في ماتشات جايه. طبعا سيره الماتش دوت عمرها ما هتنتهي. 5-0 الارسنال قدام تشيلسي. طبعا تشيلسي فرقه متدمره جدا ملهاش اي لازمه من غير بالمر اللعيب الاساسي ليها. طبعا هو بقى ايه يعني راح يعمل نجاسه وتنجسنا احنا في الفرقه دي، طبعا باعتذارات وهي ملهاش اي 30 لازمه بان هو مصاب. وطبعا هو مش مصاب، طلعت الصحف الانجليزيه كلها بتقول ان هو متلبس كلبوش في اغاضي تحرش. طبعا ننتقل من النجاسه دي لنجاسه ثانيه خالص بقى. مانشستر يونايتد اللي كانت بتوقع قلوب المشجعين بتوعها بالتعادل 2-2 مع شيفيلد لغايه وقت قصير جدا، وبعدين بتلاقي مانشستر يونايتد بتجيلها الصحوه مره واحده وتقلب على مانشستر سيتي وتلاقيها بتكسب 4-2. طبعا هيفضل المايسترو بالنسبه لبرونو فرنانديش، وبيعمل ماتشات جامده جدا جدا بالنسبه لمانشستر يونايتد، وبيحاول على قد ما يقدر ينهض بالفريق. طبعا بحسن الذكر لمانشستر سيتي، مانشستر سيتي الفرقه الكامله اللي بتنتصر برباعيه جامده جدا على ديزيربي بفريق برايتون. طبعا انت بتلاقي ان برايتون بيحاول يقفل وديزيربي بيحاول يقفل، بس ايه يعني هتقفل هتعمل ايه؟ هتقف عند خطوطك هفشخك برضه. ضغط جدا، ضغط جامد جدا جدا من مانشستر سيتي. بتلاقي الجون الاول والثاني والثالث والرابع، وبعدين بتلاقي في بقى تبديلات وتهدئه لعب، فودن يطلع دي بروين يطلع، والدنيا بتكمل على كده في اللذيذ يعني. يا باشا ده ما ينفعش معاه تهدئه لعب، ولا ينفع معاه فتح خطوط، ولا ينفع. ده تدعي عليه، ده ادعي عليه بس ما تعملش اي حاجه ثانيه.